السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صوابع زينب. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. النهارده ان شاء الله هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا جدا بدون اي تكلفة نهائي. يعني هتعمليها من النهارده يعني بصوا، هتعملوها بمقادير موجودة في كل بيت، اي ست بيت تقدر تعملها في البيت. يلا بينا نشوف مقاديرنا ونشوف وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، صلوا عليه. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. يلا نبدا الفيديو بتاعنا، نشوف مقاديرنا عباره عن ايه ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايب قلبي، انا هنا معايا بوله هحط فيها كوبايه الا ربع من دقيق السميد، تمام، او نص كوبايه على حسب ما انتوا عايزين. تمام، معايا كوبايتين من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات، معايا معلقه كبيره من الخميره وفوريه، معايا معلقه كبيره من السكر، معايا رشه ملح، معايا ربع كوبايه من الزيت. تمام، يعني بصوا هضرب ده كله كده بايديا كده، او هقلب ده كله بايديا، تمام، لحد كل الخليط بتاعي ممتزج مع بعضه ونبس كل حاجه مع بعضيها. تمام كده اهو كده. بالطريقه دي سهله جدا جدا بسيطه، ما بتاخدش كمان وقت خالص ولا مجهود. اهو هبدا بعد ما بسيت انزل بالميه. الميه طبعا على حسب نوع الدقيق اللي هو انت مستخدماه. تمام، انا هنا حطيت كوبايه، لو احتاجت معايا تانية هحط كمان نص كوبايه، او على حسب هياخد معايا. هقول لكم دلوقتي اخدت معايا قد ايه بالظبط. تمام، انا هنا بصوا يعني بنزل بالتدريج كده حبه حبه لحد العجينه بتاعتي ما تتظبط معايا. خلاص اهو بالشكل ده. انا حطيت كوبايه ودلوقتي حطيت معلقتين كبار، ودلوقتي هحط كمان معلقتين كمان تاني. خلاص يبقى خدت معايا كوبايه وتلت من الميه، ميه دافيه عاديه جدا من الحنفيه. خلاص عجنتها حلو جدا جدا. هسيبها هنا كده ترتاح معايا 5 دقايق، وبعد ما ترتاحت معايا هبدا افردها. تمام، مش هفردها انا، يا دوب كده هبططها كده علشان ابدا اقطعها لصوابع، علشان يعني اقطعها صوابع طويله علشان ابدا اخد منها كور صغيره واعملها صوابع زينب. تمام، براحتك، عايزه تاخدي حته حته كده صغيره او كره كره صغيره وتصبعيها براحتك برضو، على حسب امكانياتك وعلى حسب انت عايزه ايه. تمام، انا بصوا انا اخدت الرول كده اللي انا كنت مقطعاه في الاول، تمام، وبدات افرده كده رول رفيع خالص، تمام، صوابع يعني صغيره واقطعها لصوابع. تمام، واخد كل صوبع صوبع كده، وابدا اجيب اي مصفى، اي بصامه بتاعت كحك، اي حاجه لو عندك مبشره اعملي بيها برضو. تمام، هاخدها كده وابدا كده افرد، يعني اخد كده الصوبع بتاع الصوابع زينب وابدا كده امشي بيه على البصامه بتاعتي او على المصفى او على المبشره بتاعتي. تمام، على حسب الموجوده عندك. تمام، بصوا انا بعملها ازاي، اكيد الصوره معبره عن نفسها. تمام، يا ريت الاول مره يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس على الكل، علشان كل لما انزل فيديو يوصل له اشعار بيه. اهو يا حبايب قلبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده، ما تنسوش يا حبايب قلبي تحطوا اللايك هو اللي بيرفع الفيديو فضلا وليس امرا. هنا برضو لسه انا باخد كده كل رول انا قطعته ببدا افرده رول رفيع خالص وابدا اقطعه لصوابع. تمام، بعد ما بقطعه لصوابع ببدا اخد كل صباع كده وابدا افرده على على البصامه بتاعتي واسحبه، وبعد كده اقفله كده قفله بسيطه من الجناب ومن هنا ومن هنا، على اساس ان هو يبقى معايا حلو وما يتفتحش معايا في الزيت. تمام، انا هنا كنت برضو بعمل الشربات بتاعنا. هنا كنت حطيت كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، نص عصره ليمونه او شريحه ليمونه، وهبدا احطهم كده على النار لحد ما اخلص الكميه بتاعتي بتاعت صوابع زينب. تمام، اهو يا حبايب قلبي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو سهله جدا جدا وبسيطه وما بتاخدش وقت خالص خالص خالص. يعني بصوا في 10 دقايق هتعملوا احلى صوابع زينب في البيت بدون تخمير وبدون بيض بدون اي تكلفه نهائي. اهو طبعا انا ما كنتش بحمر او بقلي او اي حاجه، انا كنت بس اخلص الكميه كلها بتاعتي وبحطها على صينيه جنبي علشان ابدا اخلص، وبعد كده ابدا اقلي معاكم او احمر معاكم صوابع زينب بتاعتنا. اهو بالشكل ده.
خلاص بصوا ما شاء الله سهله جدا جدا، يعني ما بتاخدش وقت خالص خالص والله. في 10 دقايق تعملي احلى صوابع زينب. بصوا انا عملت كميه حلوه اهي. طبعا ان هنا كان خلاص الشربات معايا تقلوا بقى زي الفل، بدات انزل عليه ب اللهم صل على سيدنا محمد بكيس فانيليا، وهبدا كده اقلبه واحطه في بوله كده على جنب يبرد معايا، تمام، علشان احنا عايزين الشربات بتاعنا بارد. هبدا كده بعد ما خلصت تشكيل هبدا اروح كده على النار علشان ابدا احمر معاكم. هنا حطيت طاسه كده على النار، بدات احط فيها زيت، تمام. اول ما هتسخن معايا هبدا انزل بالصوابع بتاعتي. خلاص انا مش هخلي الزيت يقدح معايا، انا يا دوب هيسخن معايا بس وهنزل بالصوابع بتاعتي على طول. خلاص اول ما هيسخن معايا كده نزلت بالصوابع بتاعتي، وهبدا كده اهدي النار، هخلي النار وسط معايا علشان تستوي معايا وما ما تبقاش عجين من بره من جوه ومتحمره من بره، او مستويه من بره وكلها عجين من جوه. لا احنا عايزينها تبقى مستويه بره وجوه، هتبقى ان شاء الله معاكي دايبه وهشه ومقرمشه في نفس الوقت كمان. بجد هتحطيها كده في بقك مش هتلاقيها خلاص راحت. خلاص اهو بالشكل ده. طبعا اول ما تحسي ان صوابع زينب اخدت اتشمعت من تحت كده، بتبدا تطفو على وش الزيت من فوق، خلاص، او تعوم على وش الزيت من فوق. خلاص كده هتبداي تقلبيها كده من فوق لتحت كده، وبالمصفى بظهر المصفى كده بتاعت الآلية اللي انت بتقلي بيها، او اي حاجه انت بتقلبي بيها، او بظهر المعلقه. هتبداي كده تقلبي كده يعني ده يمين شمال لحد ما كله ياخد لون واحد، هياخد كله لون موحد وهيبقى جميل جدا جدا. خلاص انا طلعت من الزيت وبدات احط في الشربات بتاعي. خلاص اهو بالشكل ده. خلاص هبدا احط الكميه الباقيه اهو، وهكمل بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها. يعني بصوا حاجه كده بصراحه سهله جدا جدا جدا، بدون تخمير، بدون بيض، بدون اي تكلفه خالص. يعني مش هتكلفي نفسك، هتعملي احلى صوابع زينب لاولادك في البيت من غير اي حاجه خالص. اهو يا حبايب قلبي. طبعا انا بحطها لمده دقيقه كده في الشربات، وببدا اشيلها في مصفى برضو علشان تصفي الشربات الزياده اللي معايا، علشان ابدا اقدمها معاكم. هنا كنت برضو بقلي بقيه الصوابع بتاعتي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. حاجه سهله جدا جدا جدا، ما بتاخدش وقت خالص خالص. بس ما شاء الله تحفه بجد، جميله جدا جدا، هشه ودايبه ومقرمشه من بره ومرمله من جوه. يعني حاجه بجد فاخر من الاخر، لازم تجربوها بدون اي تكلفه خالص، احسن ما تشتروها من بره ومش عارفين مصدر يعني مصدرها ايه، او حلوه ولا وحشه، او عاملينها بايه. لا وكمان غاليه. لا طب وليه؟ ما احنا نعمل بكوبايه دي هنعمل احلى صوابع واحلى كميه صوابع زينب في البيت بدون اي تكلفه نهائي. خلاص اهو يا حبايب قلبي كده. طبعا انا كده كنت بخلص برضو بقيه الكميه معاكم، انا اهو ماشيه معاكم واحده واحده بوريكم كل حاجه قدامكم اهو من غير اي حاجه، تمام، الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا في رمضان وبسجل لكم زي ما بقول لكم كل مره وانا صايمه. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. اهو يا حبايب قلبي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله، بصوا اللون تحفه بجد، اللون تحفه. انا عايزه اللون ذهبي، مش عايزه يبقى غامق علشان لما بتنزليه في الشربات بياخد لون يعني لونه بيغمق اكتر، فحاولي انك انت تخلي لونه فاتح كده وحلو اهو الشكل ده. هبدا طبعا اللي انا بطلعه من الزيت بحطه في الشربات وبسيبه لمده دقيقه، وببدا اطلعه واصفيه في مصفى علشان ينزل اي شربات زياده معانا في الصوابع بتاعتنا. خلاص اهو بالشكل ده يا حبايب قلبي. بس حاجه سهله جدا جدا جدا، كمان بتعمل يعني كوبايتين دي عملوا معايا كميه حلوه جدا جدا، هتكفيكي وتكفي اسرتك، وكمان هتكفي جيرانك برضو. يعني لو يعني هتهدي حد من حبايبك هيكفي وزياده والله بجد. اهو بصوا الشكل، بصوا الجمال، قد ايه ان هي جميله وتحفه ولونها خطير بجد، لونها خطير جدا جدا.
يلا بقى انزلوا اشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين في القناه، وفعلوا الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. جربوا صوابع زينب بتاعتنا بطريقه سهله بدون اي تكلفه، بدون بيض، بدون تخمير. يعني بصوا هتعملوها كده بدون اي تكلفه خالص، بجد هتعجبكم جدا جدا، هشه ومقرمشه ودايبه. حاجه كده بصراحه فاخر من الاخر. هترش عليها رشه كده من جوز الهند، من مكسرات لو حابه، لا حابه تخليها ساده كده هتبقى زي العسل من ايديكي وزي الفل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، انتظروني. اقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، رمضان مبارك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم في فيديو جديد. جربوا وصفه النهارده. ما تنسوش لو انت لسه ما عملتيش اللايك انزلي حطي اللايك فضلا وليس امر، مش هتخسري اي حاجه. اللايك بيرفع الفيديو فضلا وليس امر. اشوفك على خير فيديو جديد، انتظروني. اقول لكم مع السلامه، السلام عليكم، باي باي.